السيد الرئيس بشار الأسد، السلام على سوريا وأهلها أجمعين. المواطن المصري إبراهيم زكريا إبراهيم شلبي، مدير عام الشركة العربية المصرية السورية للنقل الدولي والتجارة، شراكة بينه وبين المواطن السوري خال أولادي محمد فراس موسى كرز. في رسالة سابقة إلى حضراتكم كنت أستجير بالوصول إلى مصيره حيث اختفائه في 2013 مع السفينة وتعويضات مالية عن تأخير استلامها. أرسلت لحضراتكم العام الماضي رسالة مشكورا معاونيكم مهتم وظهر الشريك، ولكن للأسف الشديد مصير السفينة والمال والشريك الآن تعمد التخفي وتعمد ضياع حقوقي. هذا الشريك الذي من مصر، موطن الأمانة والصدق والتعامل معه، قمنا بتعليمه منذ 15 عام في الأكاديمية البحرية المصرية، وحصل على الشهادات البحرية التي أهلته إلى ما وصل إلى مال وأصبح مالك سفينة. حملنا عنه في البداية الوكالة بأمانة تامة كطبيعتنا، طبيعة مصر وطبيعة أهلها. ثم قامت الشراكة في 2008 معه، ولما وصلنا إلى مشكلات سابق شرحها لحضراتكم لا أود أن أطرحها، بما فيها من مصاعب جمع كلفتنا مبالغ طائلة. أصبح الآن للأسف الشديد مصير الشريك هو التغمية التامة من بعض الناس بسوريا بالإضافة لأهله هناك، لأنه الآن يتنعم بما أراد الله سبحانه وتعالى يتكسبه من وجودي جنبه كشريك من وضع الشركة بمصر، حيث كان التقاضي للحصول على التعويضات المالية باسمها وبموقعها للظروف التي فيها مصر من استقرار، على عكس موقع الشركة هناك. كما أفاد بذلك سابقا الأمن، حيث حرص بعض الناس من محافظة طرطوس سابقا بإقامة شركة منوئة، ولكن المسؤولين طرفكم فضلوا إقامة الدعوات واسترداد التعويضات والسفينة على اسم شركتنا بمصر. والآن أسمع أن الشريك للأسف مع زواجه بثانية بعد الأولى، وترك الثانية من جنسية عربية إلى ثالثة الآن سورية، وله ابنة. وأنا أقصد بذلك أن الوثائق والمستندات يسهل الوصول إليه، حيث يختفي ويختبئ متعمدا. هذا التعمد يفضي إلى مشكلات أعاني منها الآن لا أستطيع الوفاء إليها. مالي ضاع، ديون والتزامات جهات رسمية بمصر زي مصلحة الضرائب. هذه المصلحة الآن ملف مفتوح لديها بلا نشاط، وواقع الحال هو يتلذذ وتنعم بالأموال وبالسفينة هو ومن عاونه. أستجير بحضراتكم كمسؤول الأول في الدولة، قمت سابقا مشكورا بدور مهم جدا من خلال من السادة معاونيك بإظهاره، ولكن للأسف الشديد أنقر هذا المجهود وهذا التعب عليكم بظهوره مع الشريك بهذه الصورة، إلى جانب إنكار دور مصر، حيث أن مصر لم تستفيد من تصرفات هذه شيء. مصر التي سيادتكم تعلم كيف عمرها كانت تقدم لسوريا وللعرب أجمعين، وما زالت الآن تقدم لدولته، وأنتم المقرون والمعترفون بذلك والممتنون. أليس هذا الشريك أحد مواطنيكم أن يمتن لما قدمته وصبرت عليه بمصر منذ أقمنا الشراكة في 2008، وقبلها حملت عنه الوكالة في 2007 بأمانة تامة؟ كان يمكن لي والعياذ بالله لو كنت غير أمين أتصرف معه تصرفات غير ذلك، ولكن حملت الأمانة كطبعنا بمصر هو الوفاء والصدق والأمانة.
ولكن لا يكون هذا المردود بهذا الشكل الآن. أرجو من حضراتكم من خلال السادة معاونينكم أن تبحثوا عن مصير ومكان هذا الشريك الذي أصبح الآن في منتهى السهولة الوصول إليه، وإرغامه على الوفاء بحقنا قبله، وإلا أدفع بعقد الشراكة بينه وبينه بالتقدم إلى محكمة بورسعيد للحصول على حقي. وهذا يدفعني إلى ذكر أشياء لا أحب أن أذكرها سبق أن أشرت إليها حضراتكم سابقا، لأنها تسبب إحراج لناس كثيرين عندكم بسوريا. ومن هذه المناسبة وأنا أتقدم لحضراتكم، أتقدم للجانب المصري الذي أتشرف وأعتز به، بلد الحبيب التي حبتني وعلمتني أكسبتني الأمانة والصدق والوفاء والعهد وعدم الغدر، إلى السيد الوزير المحترم سامح شكري الذي حمل الأمانة الخارجية المصرية في وقت عصيب في العالم كله وأعاد لمصر فهذا العهد الذي نعيش فيه الإحساس بالقيمة العالية لنا كمصريين. أتوجه إليه بمراجعة شكواي رقم 4892 في 11 سبتمبر 2013، والتي للأسف الشديد أحيلت إلى إدارة القنصليات وتحت يد شخص للأسف الشديد من حظ العاثر أن يتولاه، فقد أمات شكواي. فتقدمت بواحدة أخرى برقم 29614 في 8 أبريل 2017 حتى أصل إلى مصير شكواي الأولى، وأنا على استعداد إلى مواجهة هذا الشخص المسؤول عن ملفي الذي يقترب الآن شكوى بتقارب 4 سنوات ولا إجابة ولا إفادة ولا رد. لقد سطرت ما قام به معي في 7 صفحات ومستعد للتحقيق الفوري معه، لأن هذا الشخص للأسف الشديد يمثل جزء من الفساد الإداري التي تعاني به بلدنا الآن مصر، لأن أساس الفساد الإداري ليس تلقي الرشاوى والهدايا، ولكن الأساس هو تمويت مصالح المواطنين التي تعزلهم عن إحساسهم بوطنهم. أرجو من سيادتكم الاهتمام برسالتي، وأشكر عظيم الشكر لحضراتكم ومعانيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.